تعمل ايه لما شخص يتجاهلك او يختفي من حياتك او يتقل عليك او يتغير معاك؟ رقم واحد، انا مش واخد بالي اصلا ان انت متجاهلني، لان لو انا خدت بالي ان انت متجاهلني يبقى انت موجود، وانت مش هتنول الشرف اصلا انك تكون موجود في حياتي واعمل حساب لتصرفاتك. فكل ما هيعوز ينول الشرف ويترسم عليك، رجعه تاني وفكره بمكانه الطبيعي معاك. يبقى أول خطوة أنا مش واخد بالي ولا كأنك موجود، يعني هتتجاهله خالص وتعيش حياتك طبيعي كأنه معداش على حياتك. تاني خطوة، هتخرج الشخص ده من خانة انت كنت حاطه فيها. يعني مثلا أنا كنت حاطك في خانة الصاحب، بس انت بدأت تاخد عليا وتترسم عليا وتتجاهلني، فاتحركت من المكان اللي انا حطك منه، لانك ما بقتش نفس الشخص اللي كان كويس وانا بحطه في الخانة دي. فبالتالي من قبل ما اخد رد فعل واقول ايه ده تجاهلني واتضايق، ارجعك الاول مكانك الطبيعي كشخص غريب عني، وابدا اخد رد فعل وانت في مكانك الطبيعي. لكن ما تحطهوش في مكانة عالية مش بتاعته وتتصرف وتعمل ردود أفعال وهو في الخانة العالية دي، وده مش مكانه. رجعه الأول مكانه الطبيعي وابدأ خد رد فعل. هتلاقي ان انت مش هتحاسبه اصلا. لما توسعه كده من حياتك تاني ويرجع مش قادر يكلمك، هيعرف قيمته الحقيقية، انه مش مسموح له اصلا يعمل الافعال دي معاك، فهيرجع يتعامل معاك تاني ويلغي التصرف اللي هو عمله ويتعامل معاك بقيمتك اللي انت عايزها. ولازم تبقى عارف ان اي فعل يعمله معاك اي شخص، طالما انت ما بصيتلوش وما اديتلوش قيمة، يبقى هو ما حصلش، فالشخص ده هيحس انه بيغني ويرد على نفسه. بعد ما تعمل كل التجاهل ده وتطنشه وما تكلمهوش وترجعه شخص غريب، هيجي يكلمك، هتتعامل معاه بشكل رسمي وشوف هو عايز ايه، كأنه شخص غريب عنك.